ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في اتم صحه وفي احسن حال. جيت لكم النهارده كده بفيديو جديد خفيف وبسيط، يا رب يعجبكم. اللي اول مره بقى اول مره يتفرج عليا ما ينساش باللايك والكومنت. وحبايبي بقى اللي معايا على القناه ما ينساش بقى يدوني كومنت حلو ولايك حلو. ويلا بقى بينا نبدا بالفيديو. بصوا بقى، انا النهارده كده كان اليوم خفيف جدا وبسيط لان كانت الدنيا عندي رايقه. بس كنت ايه، قلت بقى اطلع كده اروق يعني، اللي هو ترويق على نظافه، اللي هو يعني البيت متروق نضيف. ولكن بس اللي هي ايه اللمسات الخفيفه البسيطه اللي في الاخر دي. عايزه اقول لكم النهارده ان انا جات لي مفاجاه هوريها لكم دلوقتي. انا لقيت المندوب بيخبط عليا وبيقول لي إيه دي شقه كذا وكده. قلت له اه. قال لي طب تمام ليكي اوردر. قلت له اوردر ايه؟ انا مش طالبه حاجه اونلاين. قال لي لا ده اوردر من والدتك. المهم طبعا اتفاجئت جدا لان هي ما قالتليش. وبعدين حسبت وبعدين اخدت بقى منه الشنطه، كانت شنطه كبيره جدا وتقيله، يعني قلت خير يا رب فيها ايه. المهم ايه، اخدت الشنطه كده وبفتحها، لقيت بقى ماما ربنا يبارك لها ويديها الصحه والعافيه بتتصل بيا قبل ما افتح الشنطه. لقيتها بتقول لي عامله ايه ومش عارفه. قلت لها ازيك يا ماما عامله ايه، انتي حق بعتلي حاجه؟ قالت لي هي جات لك؟ قلت لها اه. قالت لي طيب بقى يا رب تعجبك. طبعا ايه بقى هي اللي كانت ماما بعتها في الشنطه دي؟ لقيتها بقى بعتلي المفاجاه دي، بعتلي حلتين، كل حله فيها محشي وصينيه. الصينيه دي فيها كوسه، وحله فيها محشي كرنب، وحله فيها محشي فلفله وبتنجان وكوسه. اقسم بالله عايزه اقول لكم ان انا ما كنتش مصدقه نفسي. وبعدين لقيتها بقول لها ليه كده يا ماما؟ قالت لي عشان انا عارفه انت تعبانه مع الاولاد، وقلت بقى النهارده كده ايه ما تتعبيش ويا دوب بس على قد التسويه. وعايزه اقول لكم ان هي كمان كانت بعتلي فرخه نيه، بس قالت لي انا ما رضيتش اسويها لك عشان ايه تعملي منها الشوربه تسقي بيها اللي محشي. وبعدين دي بقى الشوربه اللي عملت فيها الفراخ. ما انا ما عملتش الفراخ كلها بصراحه لان كانت الفرخه كبيره يعني، فعملت نصها وخليت نصها بقى ايه قلت اليوم تاني. وبعدين بقى بعد ما سويت المحشي عايزه اقول لكم كان طعمه تحفه. ما تتريقوش بقى على الحلو بتاع ماما، عشان دي حاجه لمامتي واحد اشتريها عليها. فعايزه اقول لكم اللي كان المحشي ما شاء الله كان جميل جدا وكان كتير ما شاء الله. فبقول لها ليه كده يا اما كل ده؟ قامت قالت لي كلمه وحشه جدا زعلتني بصراحه يعني. قالت لي عشان لما اموت تبقي تفتكروني. قلت لها بعد الشر عليكي يا حبيبتي، ربنا يديك الصحه والعافيه ويخليكي لينا. طبعا ما فيش بعد الام يا جماعه في الدنيا، يعني ربنا طبعا يرحم كل الامهات اللي ماتوا ويخلي كل الامهات يا رب. مفيش يا جماعه بعد الام في الدنيا والله العظيم. فبس كده بقى كنت غرفت بقى خلاص، كان المحشي استوى وغرفت بقى كده المحشي. وعايزه اقول لكم يا جماعه كان طعمه تحفه. كنت بقى طبعا يعني كانت حاطه لي عشان عارفه انا بحب الشطه، كانت حاطه لي في كل حله وصينيه قرن شطه كده طويل. فبس كده خلاص كنت غرفت بقى الاكل ورحت بقى عشان اكل انا والاولاد. والحمد لله كان محمد موجود اليوم ده عشان ياكل معانا، يعني هي بعتها اصلا يعني وما تعرفش. فيلا بقى بينا كده بقى. انا خلاص كنت اكلت بقى خلاص وشبعنا وشربنا الشاي وتمام. ودخلت بقى قلت بقى ايه، اخش بقى اغسل شويه مواعين كده. كان الحوض يعني نضيف الى حد ما، ولكن بس كان في مطرح ايه المواعين بتاعه الغدا. عايزه اقول لكم بقى ان كان اليوم جميل جمال. وبعد بقى ما خلصت الحاجات دي جالي تليفون ان سلفتي بتولد، يعني ربنا يا رب يقومها بالسلامه ويخلي لها البيبي يا رب الجديد. فبس فالحمد لله حمدت ربنا بقى، اليوم ما كانش تقيل وما كانش فيه اكل كتير. فسبحان الله يعني ما بعتت الاكل ايه في ميعاده. فبس بقى خلاص كده كنت خلصت بقى الاكل وخلاص. وبدات بقى ان انا إيه اخلص المواعين عشان لما انزل واطلع ما يبقاش عندي ايه مواعين ولا كركبه كتير. عايزه اقول لكم نصيحه حلوه للبنات يعني اللي لسه متجوزين وكده. حاولي ما تبيتيش مواعين في الحوض، لان يا جماعه المواعين والزباله اللي بتبقى في المطبخ دي بتلم لا قدر الله الشياطين، والبواقي الاكل والحاجات اللي مش كويسه دي بتبقى مش مستحبه خالص يعني. فيعني خليكي اول باول كده يعني، بعد الغدا تخلصي مواعينك على طول، بعد الفطار تخلصي مواعينك على طول، وهكذا. إيه ما تخليش هدوم كتيره مكشوفه متعلقه كده فتره طويله، لان لا قدر الله بتبقى مش كويسه. يعني انا الكلام ده ما كنتش اعرفه بصراحه، ولكن انا يعني بتفرج بالصدفه كده على الموبايل، فلقيت يعني نصايح كتيره شبه كده. اللي ما تخلوش مثلا مواعين في الحوض كتير فيها اكل،
ما تخلوش الزبالة في البيت على طول. ما تخلوش هدوم متعلقة تملي في البيت. يعني لو مش بتلبسوها طبقوها وعنوها، ما تسيبهاش متعلقة فترة طويلة. بس فدي معلومة يعني انا ما كنتش اعرفها بصراحة، فقلت يعني اشارككم بيها وكده. فطبعا اللي يعرفها تمام، ما فيش مشكلة. بس اللي زي بقى ما يعرفوهاش يعني يستفادوا منها. انا كده بقى خلاص كنت خلصت. وعايزه اقول لكم ان اخر لحظه دي يا جماعه، اللحظه الرغوه بتاعه الحوض دي بتغسلني انا من جوايا. يعني بحس ان انا خلاص بقى كل تعب اليوم خلاص الحمد لله خلص. والحوض ده بقى لما بشوفه نضيف كده قدامي بحس براحه نفسيه. بحس ان انا خلاص بقى الحمد لله كده اليوم بتاعي خلص نضيف وجميل. ولا عندي بقى مواعين ولا عندي كركبه ولا اي حاجه. بس بقى خلاص كده انا زي ما قلت لكم انا كده خلاص كنت خلصت. اللي معايا بقى لحد دلوقتي ولسه ما عملش لايك يا جماعه، مش هيخسر حاجه خالص لو دخل وعمل لي لايك صغير او كومنت حلو كده يفرحني. مش قادره اقول لكم يا جماعه الكومنتات بتاعتكم دي بتفرحني قد ايه. والله هي مش بتاخد منكم ثواني، ولكن بتدينا طاقه وبتحمسنا وبتحفزنا اللي احنا بجد نكمل. وبنحس ان احنا في ناس بتسمعنا وفي ناس بتتفرج علينا. فيعني اللي بيتفرج علينا ما يبخلش علينا باللايك والكومنت الحلوه كده. وحبايب قلبي بقى طبعا اللي بيدعموني وبيفرحوني دول دايما، ربنا يخليكم ليا يا رب. ودايما كده يا رب مفرحيني وداعميني ورافعين براسي. انا كده بقى خلاص كنت خلصت، بس بلمع بقى الحوض بعد ما خلصت يعني وكده. وبعدين بقى هدخل بقى هلمع بقى الحاجة ورايا، لان انا بعد ما بخلص الحوض لازم بمشي كده على كل الاجهزة في المطبخ. يعني اذا كان بوتاجاز اي حاجة بقى مش نظيفة تلاقوني ماشية عليها كده زي ما انتوا عارفين بفوطة وفيها خل. الفوطة والخل يا جماعة دي بتلمع الحاجة وبتديها كده لمعان، بترجعها كأنها جديدة بالظبط. خلاص كده انا كنت خلصت بقى الحوض، بغسل بس ايديا كده وبعدين بقى هروح اكمل بقية الحاجة. عايزة اقول لكم يا جماعة الناس يا جماعة اللي بتخش للقنوات دي وبتقعد تقول لهم كلام كده ولايكات مش حلوة يا جماعة والله العظيم يعني راعوا شعور الناس وراعوا اللي هم بيتعبوا. ويعني ملوش لازمة الكلام اللي مش كويس. يعني فلتكن خير او لتصمت. يعني الكلمة الطيبة صدقة، والكلمة الطيبة بترفع من روحنا المعنوية. احنا مش بنعمل حاجة يعني غريبة ولا حاجة صعبة، ولكن يعني بنتعب والله. بس انا كده بقى خلاص كنت خلصت الحوض عندي وحطيت بقى الحاجة تتصفى كده. وجبت طبق حطيت فيه شوية خل وشوية من الصابون. وبعدين بقى كده بقى مليتهم مية، وببدأ بقى ان انا انقع كده الفوط بتاعتي بعد ما خلصت. يعني ساعة او ساعتين كده في المية اللي بخل وصابون. وبعدين برجع بقى اغسلهم بيرجعوا ريحتهم زي الفل. يا جماعة الفوط دي بتلمي بكتيريا لو مثلا يوم، يعني مثلا يوم ورا يوم ورا يوم مثلا ما اتغسلوش او مثلا نشفتهم كده وخلاص. بتبقى يا جماعة كلها بكتيريا ومش نضيفة خالص، بتبقى ريحتها وحشة قوي. فحاولي اول باول كده بعد ما تخلصي تجيبي طبق كده فيه شوية خل وشوية صابون، وتقومي حطاهم فيه نقعاهم، وتسيبيهم بقى لحد مثلا ساعة او كده. وبعدين تقومي غسلاهم حلو وتقومي بقى منشفاهم. بس نشفوهم يعني حطوهم على الحبل عشان يشموا يخش لهم هوا، هوا نضيف. مش اللي هو مثلا بتاع المطبخ اللي هو مكتوم وكده. او يتحطوا في الشمس افضل طبعا. تمام، عشان طبعا لو في بكتيريا او في اي حاجة دي بتطلع. بصوا بقى زي ما قلت لكم انا بحب ان انا بمشي كده على كل حاجة في المطبخ بعد ما بخلص. اذا كان بقى فرن ولا ميكرويف ولا عجان اي حاجة. تمام كده بقى خلاص انا كنت خلصت بقى يا جماعة، اكلت وخلصت المواعين. وقلت بقى ما ابسط نفسي كده واعمل لي كوباية شاي بالقرنفل، واكل بقى معاهم الكب كيك اللي كنت عاملاه معاكم امبارح. كان طعمه يا جماعة حلو جدا بصراحة، لازم تجربوه. القرنفل مش بحطه كده على طول، بفتح العود بتاعه من فوق، الثمرة بتاعته كده من فوق بقوم حطاها. بس وكده خلاص كان الفيديو بتاعي خلص وشربت كوباية الشاي بقى بالكب كيك. يا رب الفيديو يكون عجبكم وتكونوا استفدتوا بيه. اتمنى بصراحة اتمنى يعني ان انتوا تدعموني وتحطوا لي لايك والكومنت الحلو. وان شاء الله استنى باذن الله فيديوهات جاية كتير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.